بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي هنا في الجولة 23 من منافسات دوري نجوم العراق. نادي ديالى الذي حل ضيفا هنا لمواجهة نادي الكهرباء بملعب الزوراء من خلال هذا اللقاء لمباراة اليوم من المرحلة الثانية ومباراة الإياب بين الفريقين بعد ما انتهت مباراة الذهاب لمصلحة نادي الكهرباء بهدفين مقابل هدف. جاء دور مباراة الإياب ما بين نادي ديالى ونادي الكهرباء من خلال هذا اللقاء لمباراة اليوم. كذلك صافرة الدولي مهند قاسم هي من تضبط مباراة اليوم، يساعده أحمد سلام، محمد محسن، سجاد خالد وأحمد كاظم بغرفة الفار الحكم الدولي، وحسين فلاح مساعد الفار أيضا الدولي الآخر مقيم الحكام مهدي فليح. وانطلقت صافرة أحداث هذا اللقاء لمباراة اليوم. كرة عند نادي ديالى. بالأمس كذلك لعبت مباراة الميناء وأربيل التي انتهت لمصلحة نادي الميناء بهدف مقابل لا شيء. هدف وحيد كان لنادي الميناء على حساب نادي أربيل. ومباراة النفط والقاسم التي تأجلت بسبب الأمطار اليوم بنفس التوقيت. كذلك انطلقت مباراة الكرخ وزاخو وهنا بملعب الزوراء الكهرباء وديالى. بعد هذه المباراة ستنطلق كذلك مباراة الزوراء والنجف. بعد أن ذكرنا بالطاقم التحكيمي الذي يدير هذه المباراة، نعرف بتشكيلة الفريقين. كتيبة نادي ديالى بالحراسة وسام محمد واندرو ايفيانز بخط الدفاع، ايمن محمود، مقتدى حسن وناثانيل نالجولو، مصطفى مؤيد، علي كريم، حسين يونس، انس مالك، ايمن صفاقسي وكولينز اوباري. هي تشكيلة نادي ديالى. انتقال لتشكيلة المدرب راضي شليشل لكتيبة الكهرباء. بالحراسة امجد رحيم، محمد بن طرشة، علي خالد، خضر علي وحسام كاظم بتصويبه، خميس المعواني وحيدر عبد الكريم، احمد عايد، وقاع رمضان، منتظر، عادل محمد سويعيد. هي تشكيلة الكهرباء لمباراة اليوم. غيابات هناك بصفوف نادي الكهرباء، غياب اللاعب أموري فيصل، سجاد خليل، ونهاد محمد، علي رحيم، وكذلك منتظر رحيم. أبرز غيابات نادي الكهرباء عن مباراة اليوم. الركنية هنا حسام على التنفيذ، سام كاظم هو على التنفيذ، لعب للزوراء والشرطة والنفط وانتقل للكهرباء. ملعوبة كرة بالراس، يهتم عاد تتخلص بهذه الأجواء الجميلة، بهذه الأجواء الرائعة هنا بملعب الزوراء. نادي ديالى بعد الفوز على نادي الحدود هو ينتعش بالانتصار ويدخل هذه المباراة كذلك من أجل النقاط الثلاثة لمباراة اليوم. وأيضا هنا كتيبة المدرب راضي شليشل من خلال هذا اللقاء يبحثون عن هدف من أجل التعويض بعد الخسارة التي تلقوها بالجولة الماضية من الزوراء ب3 أهداف دون رد. وصلت الآن والكرة عدت هنا للأمام، تستمر، لا زالت الكرة بوسط ملعب المباراة. هي عدت هنا بمنتصف ملعب اللقاء عند اللاعب مصطفى مؤيد بتمريرة لأحمد، هناك تخلص بتمريرة ونقلة عدت عند اللاعب أيمن صفاقسي التونسي اللقطة الماضية. هذا هو أيمن صفاقسي. ونظرات للكابتن راضي شليشل، نعم مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي الفترة الماضية، وأيضا درب نادي الزوراء. القوة الجوية واحد من الأسماء الرائعة والمميزة في عالم التدريب الكابتن راضي شليشل. والكرة بمنتصف الملعب، هناك نقلة لمصلحة نادي الكهرباء، جاء خلفا للمدرب ولي كريم، والابعاد ياتي تتخلص الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هذا منتظر عادل، لعب للحدود وتعود الكرة بوسط الملعب عند اللاعب علي خالد، من علي لمحمد بن طرشة المغربي، لعب لنادي الطلبة وانتقلت كرة هناك بمنتصف الملعب للاعب حسام، وهنا تعود بمنتصف الملعب خميس التونسي
من خميس المعواني، وتعود عند اللاعب خضر علي. خضر علي أعاد الكرة من خضر لهناك نقلة، تعود يا خضر علي، تمريرة من محمد بن طرشة لتعود مرة أخرى عند اللاعب بن طرشة، ينتظر والبحث عن زميله. عاد الكرة بمنتصف الملعب هناك باتجاه علي خالد، من علي خالد يحاول المرور بوسط ملعب المباراة، ونقلة أمامية هناك عدت عند اللاعب نعم من منتظر، عدت والكرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. كرة طالت يا منتظر عادل وغادرت أرضية ملعب المباراة. الكهرباء يحاولون نعم بسرعة البرق والصواعق من أجل الوصول لمرمى نادي ديالا وتسجيل أول أهداف المباراة أمام هنا كتيبة ديالا. نعم الكتيبة البرتغالية ينتعشون بالانتصار، وكذلك قفزوا بسلم الترتيب للمركز التاسع عشر بعد أن كان نادي ديالا بالمركز الأخير. أصبح الآن نعم ما بين المركز الأخير وقفز للمركز التاسع عشر، وكذلك يطمح من أجل أن يحقق الانتصارات والوصول لمنتصف الترتيب لدوري نجوم العراق. هذه وصلت الآن بمنتصف الملعب، ونقلة هناك عدت بالراس، تتهيأ الأمور لمصلحة نادي الكهرباء، تعود تنقطع لنادي ديالا، وصلت للكتيبة البرتغالية لتعود مرة أخرى لنادي ديالا بنقلة، وصلت الآن للأمان أيمن لأنس، وعدت الكرة لإبعاد يأتي من لاعب الطرشة، أبعدها المغربي محمد بن طرشة، خلص الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة بعد المرور الرائع من أيمن صفاقسي، وهناك أنس مالك، وعندك حسين يونس وكولينز أوباري في خط الهجوم لنادي ديالا. ممكن بهذه الأسماء تتغير الأمور، وهنا صافرة حكم المباراة، سلامة اللاعب وقرار حكم المباراة نعم باحتساب ركلة جزاء. اللقطة الماضية نشاهد ممكن وبعد قرار الدولي مهند قاسم، وبالدقيقة السابعة من أحداث المباراة ماذا يشير الكابتن مهند قاسم بالفعل بهذه الإعادة ما بين اللاعب كولينز وبعد الدخول بهذا التدخل نعم من اللاعب علي خالد. نعم هذا شوت على قدم اللاعب وصافرة حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة نادي ديالا. إذن بالدقيقة السابعة نادي ديالا هل يفعلها ويسجلون أول أهداف المباراة؟ نشاهد أحبتي ونتابع لنادي ديالا بالدقائق الأولى، فهل يكون الهدف المبكر لكتيبة ديالا؟ وهل تتغير الأمور بعد الانتصار الأخير لهذا الفريق؟ هنا من على التنفيذ؟ كولينز أوباري هو على التنفيذ عندما جاء لنادي ديالا. كولينز أوباري سجل في شباك نفط ليسان وفي شباك نادي الكرخ، فهل ينجح الغاني ويسجل ثالث أهدافه مع نادي ديالا؟ هو لعب لنادي الزوراء في واحد من المواسم الماضية، والآن هو على التنفيذ لركلة الجزاء بمواجهة الحارس أمجد رحيم لنادي ديالا. نعم لمدينة البرتغال، والمزاج برتغالي اليوم عند الأسمراني. كولينز أوباري يتقدم، كولينز أوباري لا يا أوباري لا يا أوباري لا، فنادي ديالا بأمس الحاجة لهكذا أهداف وبهكذا أماكن، وأضعت فرصة ذهبية في الدقائق الأولى، ليست بهذه الطريقة تلعب ركلة الجزاء يا كولينز أوباري. لا 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 لا، ضاعت على أوباري وبعيدة جدا حتى لن تصل للحارس يا كولينز أوباري. إذا عادت وبقيت المباراة على حالها، والتعادل مستمر ما بين الكهرباء وديالا لتعود مرة أخرى بمنتصف الملعب بنقلة وصلت الآن
عند اللاعب بن طرشه محمد بن طرشه، وبوسط ملعب المباراة هي عدت هناك بنقلة أخرى تصل عند اللاعب ناثانيل نانغولو، هذا الكاميروني لعب لنادي الحدود، وانتقلت الكرة بوسط ملعب المباراة وتعود من جديد أنس مالك لعلي كريم. هناك خطأ، هذا خميس التونسي، وخطأ بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب علي كريم، والبطاقة الصفراء تشهر من حكم الصفراء على اللاعب أحمد عايد، شهر من الكابتن مهند قاسم حكمنا الدولي من يضبط هذا اللقاء بعد التدخل بتلك الكرة ودعس على قدم اللاعب علي كريم. الاعتذار من اللاعب أحمد عايد، لعب لنادي أفك في الدوري الممتاز وانتقل لنادي الكهرباء، كان أحد استقطابات المدرب ولي كريم، ضم لنادي الكهرباء. هذه كرة بمنتصف ملعب المباراة بنقلة طويلة وصلت بالراس، هناك عدت وللأمام تتهيأ الأمور تعود عند الحارس. نعم تحصل نادي ديالا على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، لكن لن يستغلها كولينز كوباري أوباري عفوا، وأضاع الكرة إلى خارج ملعب المباراة وذهبت بعيدا. تعود الآن كرة بمنتصف الملعب، هناك لعند اللاعب أيمن محمود، ونقلة من أيمن محمود بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة بالنقلة الماضية بعد ما ضاعت يا أوباري. شاهد الكرة بمنتصف الملعب عند اللاعب خميس، تعود بوسط ملعب المباراة حيدر عبد الكريم، لعب لنادي الزوراء وللكهرباء. تعود الكرة بمنتصف ملعب المباراة، هنا سويعيد يحاول من محمد سويعيد، وهناك منتظر عادل وكاع رمضان. اليوم كذلك من أبرز غيابات نادي الكهرباء اللاعب كذلك نهاد محمد وأموري فيصل حسام كاظم، والخطأ هنا لمصلحة نادي الكهرباء. الكهرباء يسعى بأن يستعيد أموره بعد الخسارة التي تلقاها من الزوراء في الجولة الماضية، خسر ب3 أهداف دون رد، وهنا الكرة بالراس، بينما نادي ديالا بعد الفوز على نادي الحدود بهدفين دون رد يحاول من خلال مباراة اليوم أن ينجح بهذا اللقاء. الواضح بالصورة أندرو إيفيانز بالكرة الماضية، إيفيانز أبعد هذه الكرة إلى خارج أرضية الملعب بركنية الآن لمصلحة نادي الكهرباء. خضر علي على التنفيذ، من خضر علي يلعبها وكرة بالراس تبعد مصطفى مؤيد، تتخلص وتعود من علي كريم. هناك نقلة مرة أخرى طويلة وصلت عند الحارس وسام محمد، وسام لعب للحدود وللنجف، تصدي من وسام محمد ويحمي مرمى نادي ديالا من خلال مباراة اليوم. خلال هذا اللقاء ما بين الفريقين، كل من الفريقين لعب 22 مباراة، نعم 22 جولة حتى وصل للجولة 23 من منافسات دوري نجوم العراق. هنا نادي الكهرباء صاحب المركز ال15، وديالا صاحب المركز ال19 بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق. هنا الكهرباء بعد ما لعب 22 مباراة فاز ب6 مباريات، تعادل ب8 وخسر 8 مباريات، بينما نادي ديالا أيضا بعد ما لعب 22 مباراة في دوري نجوم العراق فاز بمباراتين، تعادل ب7 وخسر 13 مباراة، استطاع أن يسجل 17 هدف بينما استقبل الشباك 38 هدف برصيد 13 نقطة. يحاول الآن المرور بهذه الكرة والعبور، عدت وانقطعت. نادي ديالا الفريق المجتهد نرى ينافس بما لديه، لكن أحيانا الأمور وكل ما تفعل لم تصب بمصلحتك ولن يحالفك الحظ. في الأحيان تقدم مباريات كبيرة وتحتاج إلى اللمسة الأخيرة التي تستطيع من خلالها أن تسجل الأهداف. هذا ما يحاول فعله في العديد من المباريات التي تعادل فيها والتي خسر بها نادي ديالا، كان يسعى من أجل الوصول. الله الله، لكن هنا
التألق هنا الإبعاد من وسام محمد. نعم، أرضية مبتلة بسبب الأمطار، وكذلك بعد هذا التألق وهذا الطيران شاهد مرمى الحارس نعم بهذه الأرضية الرطبة. ونعم بعد التقدم بهذا الطيران الرائع اتسخت ملابس أو قميص الحارس، وشاهد استياء بالكرة الماضية والتألق بالإبعاد لتلك اللقطة من الحارس وسام محمد. الركنية الآن ملعوبة حسام، طويلة الكرة لارتقاء بالراس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. منتظر عادل هو من حاول، والأمور لا زالت مستمرة. الكل شاهد الطقس والأجواء الجوية، ونعم بهذين اليومين مرت العاصمة الحبيبة بغداد بأمطار غزيرة، وعلى ضوء تلك الأمطار بالأمس تأجلت مباراة النفط والقاسم بسبب الأمطار لتعود اليوم. كذلك عفوا عادت الكرة اليوم أيضا الأمطار كانت تتساقط، ولكن المباراة استمرت الآن متوقفة للأمطار، والأجواء أصبحت أجواء مثالية رائعة. لكن تبقى كما شاهدتم بعض البقع المتواجدة بملعب المباراة نعم ربما تعيق، لكنها مستمرة المباراة بهذه الأحداث المشوقة للهدف، والكل ينتظر هل يكون هناك هدف لنادي الكهرباء أو يكون لنادي ديالى الفريق الضيف، استثناء مكان الحارس بهذا الملعب. ونتمنى كذلك من إدارتي الزوراء والكهرباء أن تعالج هذه الأمور في الأيام القريبة إن شاء الله. هذه ركلة الجزاء التي أضاعها اللاعب أوباري، شاهد كيف ضاعت وغادرت أرضية ملعب المباراة من أوباري. أضاع ركلة الجزاء، وذهب الكابتن علي خالد بحماس ليعانق زميله الحارس أمجد رحيم. وصلت الكرة بوسط ملعب المباراة، هنا نقلة وتأتي صافرة الحكم تشير لوجود خطأ بعد التدخل. صافرة الدولي مهند قاسم بعد هذا التدخل مع اللاعب أوباري وخضر علي في اللقطة الماضية. حكم الدولي مهند قاسم، ومن يدير هذا اللقاء دولي منذ عام 2011 عام التولد 1980. من أبرز المباريات التي قادها هذا الموسم كانت هو مباراة زاخو ونادي القاسم التي انتهت ب6 أهداف مقابل هدفين، وكذلك مباراة الشرطة ونوروز التي انتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين، مباراة توك ونفط ميسان التي انتهت لمصلحة توك بهدفين دون رد، ومباراة الدير بالقوة الجوية والطلبة التي انتهت بهدف مقابل هدف، وأيضا قاد مباراة القرمة والنجف التي انتهت لمصلحة القرمة بهدف دون رد، ومباراة القوة الجوية وأربيل التي انتهت للقوة الجوية بهدفين دون رد، وآخرها كان الديربي النفطي بين نفط البصرة ونادي النفط التي انتهت بالتعادل سلبا. واليوم يضبط هذا اللقاء ما بين نادي ديالى ونادي الكهرباء. وسام محمد ملعوبة من وسام بنقلة طويلة، وسام خميس المعواني عند التونسي أضعتها خميس باللقطة الماضية بالرقم 44. ونشاهد أحبتي لا زلنا نتابع هل ينجح نادي الكهرباء يشعل المباراة بهدف أول أو يكون أول أهداف اللقاء للفريق الضيف. جاءت فرصة ذهبية لديالى وضاعت على نادي ديالى، هل تتكرر مرة أخرى أم تكون الآن لصاحب الأرض بهذه الكرة؟ وصلت هنا بمنتصف ملعب المباراة لتعود مرة أخرى. الشاهد خضر علي بعد ما وصلت هناك صافرة، سلامة اللاعب أوباري كولينز أوباري بعد هذا التدخل ما بين اللاعب خضر علي وكولينز. أوباري سقط أرضا بعد تدخل اللاعب خضر علي، لعب للزوراء والشرطة والطلبة، انتقل كذلك للكهرباء. سلامة لهذا اللاعب، سلامة لكل اللاعبين، أجواء جميلة
نادي الكهرباء يبحث عن هدف، وكذلك نادي ديالى الذي يسعى من أجل تسجيل هدف. بدأت تحت الأمطار تتساقط في أجواء هذه المباراة، ولا زلنا نشاهد أحبتي ونتابع التعادل مستمر بالنتيجة البيضاء. فمن ينجح ويسجل أول أهداف المباراة؟ عدت الكرة للأمام، ممكن أن تكون وسام بخروج رائع لوسام محمد، خروج ذي الحارس وسام محمد يخطف الكرة من أمام اللاعب منتظر عادل باللقطة الماضية، ولا زالت الأمور مستمرة. وسام يلعبها طويلة للأمام، عدت هناك قريبة عند الحارس أمجد رحيم. من أمجد تعود الآن بوسط ملعب المباراة، خميس بخميسة عادل الكرة هناك لعلي خالد مرة أخرى عند اللاعب محمد بن طرشة. بن طرشة هذه الكرة بمنتصف ملعب المباراة لخميس، يلعبها الآن ينتظر البعض عن زميل، تعود مرة أخرى لمصلحة نادي الكهرباء. من الكهرباء مستمرة الكرة بمنتصف ملعب المباراة. بن طرشة هناك يلعبها باتجاه حيدر، وبنقلة طويلة مضت، هي عدت لتصل عند المدافع إفيانز. أعاد الكرة ولأيمن محمود، ملعوبة الكرة من التونسي وتعود بنقلة طويلة بمنتصف ملعب المباراة. بالراس عاد الكرة بتلك الرأسية من حيدر لتعود بمنتصف ملعب المباراة. محاولة مضت الآن، هي عدت تحركات لحيدر يتراجع بهذه الكرة، وبنقلة تعود لدفاعات نادي الكهرباء من أجل الوصول لمرمى نادي ديالى وتسجيل هدف. هذه من بن طرشة، وعدت لخضر علي. خضر علي مر من الجهة اليمنى، تأتي العرضية والإبعاد يأتي من اللاعب إفيانز، أبعدها أندرو إفيانز وتصل مرة أخرى. أعاد الكرة هناك من اللاعب خميس، يعود بالكرة لعلي خالد. علي هل يمر الكرة باتجاه اللاعب حسام كاظم، بل يعود بالكرة للاعب محمد بن طرشة. بن طرشة ينتظر من اللاعب بن طرشة لعلي. علي بوسط ملعب المباراة. حيدر، نقلة من حيدر لأحمد عايد، عادت هناك عند حسام كاظم لحيدر عبد الكريم. من حيدر عبد الكريم البحث عن زميل. تشاهد هنا بتراجع منتظم لدفاعات نادي ديالى للكتيبة البرتغالية، لكن هنا محاولات بهذه الهجمات عن طريق الظهير الأيمن خضر علي، يحاول أن يخترق منظومة دفاعات نادي ديالى، لكن حسين يونس كان متواجد وأبعد الكرة الماضية. حسين يونس لعب للنجف لنادي الطلبة وللشرطة والميناء بعد تلك الكرة التي مضت لتعود الآن بنقلة بوسط ملعب المباراة بتغيير لهذه الكرة والإبعاد لتعود مرة أخرى بوسط الملعب. هناك بتمريرة حيدر يحاول لتعود مرة أخرى. أحمد عايد بتمريرة من أحمد عايد، وصلت الآن من أحمد السواعيد، ولكن هنا الإبعاد يأتي أندرو إفيانز. إفيانز أبعدها وتعود مرة أخرى بمحاولة لخضر علي، يحاول وصول مصطفى مؤيد من مصطفى مؤيد، انقطعت ولمؤيد، تعود بوسط ملعب المباراة مرة ثانية عند اللاعب ناثانيل نالجولو، يحاول بهذه الكرة تتخلص، وهناك من اللاعب كولينس انقطعت وتعود إلى اللاعب أنس مالك كابتن الفريق. حاول أنس، لعب للكرخ، لعب لنفط البصرة، لعب لنفط الوسط الديوانية، وأيضا لعب لنادي الكهرباء. هذه عادت الآن عند اللاعب بن طرشة. حيدر عبد الكريم، من حيدر عبد الكريم نقلة لعلي خالد. علي خالد بعد هذه الكرة بمنتصف الملعب من علي خالد، تعود لبن طرشة. بن طرشة لخضر علي، من خضر عادت مرة أخرى عند المدافع بن طرشة، يلعبها لعلي خالد. لا زالت كرة بدفاعات نادي الكهرباء، تنقطع وتعود من مقتدى حسن اللاعب الشاب اللي يمثل الصناعات الكهربائية، وعادت بوسط ملعب المباراة. نقلة والبحث عن زميل بتمريرة هناك باتجاه علي لحسين، يحاولون الوصول من أجل المرور. هل تلعب هنا الكرة عند اللاعب أيمن، لكن بالراس
تتخلص وتعود مرة أخرى عند دفاعات نادي الكهرباء بهذه المحاولة، بهذا الوصول، بهذا العبور هنا. نعم بطريقة متناغمة يحاولون نعم بهذه السلاسة أن يصلوا لمرمى الحارس أمجد رحيم، ومن أجل أن يسجلوا هدف مر بهذه الكرة. عدة لا زالت هنا عند ناثانيل يحاول المرور بهذه الكرة بهذه الطريقة بهذا العبور، لكن انقطعت، لن تكتمل فرحة ديالا بالكرة الماضية. وبعد تلك المحاولة التي عد بها اللاعب ناثانيل نانجولو الكاميروني، وانقطعت من دفاعات نادي الكهرباء، وكانت هناك صافرة وخطأ بعد هذه المحاولة. مصطفى مؤيد مع اللاعب أحمد عايد، وكان هناك خطأ على اللاعب مصطفى مؤيد باللقطة الماضية. مصطفى مؤيد ارتكب خطأ باللقطة الماضية، وكانت هناك صافرة من حكم المباراة أشارت لوجود خطأ على اللاعب مصطفى مؤيد، حتى عادت هنا بمنتصف ملعب المباراة. ولا زالت الأمور أحبتي مستمرة بهذا التعادل ما بين الفريقين. خميس يلعب لعلي من علي خالد، علي بنقله بوسط ملعب المباراة. حيدر يحاول الوصول بهذه الكرة، انقطعت هناك يا حسام، وعادت الآن بهجمة مرتدة لمصلحة نادي ديالا. هي عدت أنس مالك، مر بالكرة عدة، ولا زال المرور مستمر لمصلحة نادي ديالا. تنقطع هناك المطالبة، لكن حكم المباراة يطلب استمرارية اللعب، يقول انهض يا أيمن الصفاقسي بالكرة الماضية. وهنا عكسية عادت لمصلحة نادي الكهرباء بمحاولة الوصول عند حيدر عبد الكريم، يلعبها من حيدر لسويعيد، من محمد سويعيد الموريتاني، لعب للحدود والطلبة. كانت هناك المطالبة بعد التدخل من علي خالد مع اللاعب أيمن صفاقسي، وهذه الكرة انقطعت. خضر علي ماشية الكرة الآن بتمريرة، مضت ولا زالت هناك لمصلحة اللاعب أيمن الصفاقسي، وصافرة حكم المباراة والتسلل باللقطة الماضية. تلعب الآن ناضية أيمن من التونسي، لعب لنادي العربي، وكذلك انتقل لنادي ديالا في المرحلة الثانية ليكمل مشواره مع نادي ديالا بهذه الكرة التي وصلت الآن بمنتصف الملعب. حيدر يلعبها لخميس، خميس وتعود من أحمد، عادت هناك بنقلة أخرى، وصلت وللأمام، وقع رمضان بعدها تراجع لمنتصف الملعب، وعادت الكرة عند بن طرشة. محمد بن طرشة يلعبها بوسط الملعب، تعود بنقلة من حيدر عند اللاعب علي، من المدافع علي خالد لمحمد بن طرشة. بن طرشة نقلة هناك، عادت من اللاعب سويعيد، تراجع على الخلف، وبمنتصف ملعب المباراة هذه عادت لحيدر عبد الكريم. حيدر عبد الكريم ينتظر شاهد الاحتفاظ بالكرة عند لاعبين نادي الكهرباء، يريدون أن يستغلوا تقدم لاعبين نادي ديالا، وشاهد يهاجم ويرجع، يهاجم ويرجع. هذا الرجوع نعم بهذه التحركات هذا يعطي بأن الفريق يريد أن يبقى معتمد على أسلوب اللاعب أيمن صفاقسي، ومهارة كولينز أوباري، وسرعة اللاعب أنس مالك لما يمتلك من خبرة في دوري نجوم العراق. وكذلك كما تشاهد الآن عزيزي المشاهد تراجع لاعبين نادي ديالا للخلف بينما التقدم، ويريد أن يفتح المساحات لنادي الكهرباء. من خميس عادت حتى يصلون لمرمى الحارس وسام محمد لتسجيل أول أهداف المباراة، هذا ما يسعى من أجل نادي الكهرباء. انقطعت كرة، تعود مرة أخرى من علي لحسام، وصلت عند علي خالد، علي خالد للاعب محمد بن طرشة، أعاد الكرة محمد بن طرشة لعلي خالد، علي خالد، وبمنتصف ملعب المباراة لخميس. خميس دوران من خميس، وصلت الآن نقلة هناك عند اللاعب أحمد، يتراجع بهذه النقلة من أحمد، وهناك بعد تلك التمريرة التي مضت يا أحمد للأمام وتصل من اللاعب خميس. هنا تعود ولا زالت المحاولة مستمرة عند اللاعب وقاع بتصويبه، عيدة يا أحمد عايد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة بهذه العودة
للقطة الماضية كانت هناك راية وأيضا تسلل، وأنس مالك على ما يبدو يشكو. أنس يشكو من إصابة. سلامة لأنس مالك. هل سيكمل ما تبقي من أحداث الشوط الأول أو سيترك أرضية ملعب المباراة؟ حكم يستدعي المعالج ليدخل لأرضية الملعب للاطمئنان على سلامة اللاعب أنس مالك. السلامة لأنس مالك كابتن الفريق. على ما يبدو سيغادر أرضية ملعب المباراة. نعم أنس مالك، ونتمنى أن يعود ويكمل أحداث الشوط الأول. أحبتي كما تشاهدون التعادل لا زال مستمر، ونلعب بالدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول بين الكهرباء وديالا في مباراة الذهاب التي انتهت بين الفريقين بهدفين مقابل هدف لمصلحة نادي الكهرباء. يوم سجل الكهرباء مشكور كريم ومرتضى هديم، بينما سجل لنادي ديالا أحمد تركي اللاعب اللي انتقل لنادي ميسان في الدوري الممتاز. ولا زلنا نتابع هنا الكرة بوسط ملعب المباراة. نعم بعد أن غادر أنس مالك اشترك اللاعب مرتضى حسن تغيير اضطراري لكتيبة نادي ديالا. مرتضى حسن بدل من أنس. عدت هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. سلامة اللاعب، وعلى ما يبدو البطاقة الصفراء، البطاقة الصفراء بعد التدخل بالكرة الماضية. لا نريد أن نشاهد هكذا تدخلات قوية، والخطأ كان باللقطة الماضية على اللاعب خميس المعواني بهذا التدخل وبهذه الطريقة مع اللاعب مصطفى مؤيد. أجبرت حكم المباراة بأن يعطي البطاقة الصفراء لخميس. سلامة اللاعب مصطفى، سلامة يا مصطفى. تدخل بقوة، مصطفى يشكو، وكان اللاعب خميس بهذا التبرير أمام حكم المباراة، لكن الحكم لن يتوانى وأعطى البطاقة الصفراء. سلامة للاعب نادي ديالا، وفاز بمباراتين. فاز في مباراته الأولى على نادي نفط ميسان 3-1 كأول انتصار له بالدوري كان، وكذلك الانتصار الثاني كان في الجولة الماضية على نادي الحدود. نعم أحبتي، وحتى هذا اللقاء هو وحتى مباراة اليوم هو الآن متعادل، وينتظر بأن تكون مباراة ب3 نقاط، بينما نادي الكهرباء الذي يسعى من أجل الوصول بهذه المباراة ومن أجل أن يذهب بالمباراة بعيدا يسجل الأهداف بالكرة. غادرت أرضية ملعب اللقاء إلى خارج أرضية الملعب. هذا كولينز أوماري بعد أن عدت الكرة وبعد أن مضت يا أوماري وغادرت أرضية ملعب المباراة. هناك أيضا في الدكة من الأسماء المميزة مع نادي ديالا بعد استقطاب اللاعب علاء محيسن، محمد شفال، أحمد جلال. هذه الأسماء علي سجاد وصديق جمال ممكن أن تكون في الشوط الثاني هناك حلول في حال إذا استمرت المباراة بالتعادل. هنا الركنية وعلى التنفيذ بهذه اللحظات علي كريم. علي كريم وكلام من حكم المباراة. الركنية الآن لمصلحة نادي ديالا ثابتة، ملعوبة الكرة. هنا الارتقاء والإبعاد يأتي بالرأس، تتخلص لتعود مرة أخرى عند اللاعب علي كريم. وصلت لمقتدى، عدى بهذه الكرة مقتدى، حسن تصويبة، وصلت عند الحارس أمجد رحيم. أمجد رحيم بدخول البديل مرتضى حسن. هل سيغير من مجريات المباراة من التعادل لتكون بنتيجة؟ شاهد بهذه النقلة
بهذه التصويبة التي وصلت لأحضان الحارس أمجد رحيم. عادت الكرة الآن هي بوسط ملعب المباراة، ولا زالت الأمور مستمرة حتى هذه اللحظات أحبتي. عادت هنا بالمنتصف لتكون قريبة، وهناك بنقلة حتى هذه لحظات التعادل لا زال مستمر. تأتي هنا نقلة ومن السويعيد لتصل مرة أخرى وتعود من أحمد. يحاول حيدر عبد الكريم، أعاد الكرة عبد الكريم للسويعيد. محمد السويعيد يحاول الكهرباء، مضت الآن عند السويعيد، وعلي الكريم يحاول أن يقطع الطريق على السويعيد، وخطأ. هنا الخطأ، هنا الخطأ لمصلحة اللاعب محمد السويعيد. خطأ كان على اللاعب علي كريم. علي كريم أيضا لعب لنادي الكهرباء والحدود ونفق ميسان والقاسم. تدخل مع السويعيد وأراد أن يقطع الطريق، لكن ارتكب خطأ من اللقطة الماضية حتى وصلت الآن. تعود من طرشري علي خالد، يلعب لحسام، أو هذه عند اللاعب حيدر. أحمد عايد مضت بنقلة، عدت الكرة ولا زالت هنا بعرضية تأتي من خضر علي حتى انقطعت الكرة ومضت، ولا زالت هنا بهذا التقدم. من طرشة قريب لعلي خالد، من علي خالد يلعبها هناك لمصلحة نادي الكهرباء. بهذه المحاولات الكهرباء فريق يبحث عن رفع فولتية المباراة وتسجيل أول أهداف اللقاء، يريد أن يشحن المباراة بهدف أول، بينما نادي ديالى الفريق الذي أضاع ركلة الجزاء وكان ممكن أن يكون قريب بالعلامة للمباراة بهدف، لكن أضاعها اللاعب أوماري، ولا زال يطمح ويسعى ويبحث من أجل أن يسجل هدف، والهدف غائب على الفريقين حتى هذه اللحظات. هي تمضي، هي عدت هناك كما ذكرنا أحبتي بنفس التوقيت مباراة زاخو والكرخ، وهنا ديالى والكهرباء، والتعادل قائم حتى هذه اللحظات بمباراتنا لهذا اليوم. ولا زلنا نتابع ونشاهد من يسجل الهدف الأول هنا بهذه المباراة لحساب الجولة 23 من منافسات دوري نجوم العراق. وصلت كرة مباراة الإياب من المرحلة الثانية، عادت بمنتصف ملعب المباراة، هي تعود وبنقلة أخرى هناك عدت، يلا هي بالوسط. أحمد لحيدر عبد الكريم، البحث عن زميل، نقلة عاد الكرة للاعب محمد بن طرشة بدفاع محكم لنادي الكهرباء. التراجع بسلاسة وبهذا الانضباط التكتيكي، الكرة بتحولات بنقلات من اليمين إلى اليسار، وتعود تارة بعمق الملعب بنقل الكرة باتجاه اللاعب وقاع رمضان، لكن وقاع رمضان حتى الآن لن يظهر بمستواه المعهود. بعد هذه النقلة تشاهد تراجع لمحمد السويعيد، يكون خلف المهاجمين لكسر الهجمات المرتدة من قبل لاعبي نادي ديالى، لكن ارتدت الآن، هي عدت الآن ناثرين نالجولو، هل يلعبها هناك عند اللاعب إيفيانز، وتعود الكرة بوسط ملعب المباراة. محاولة الوصول علي لحسين، من حسين نقلة لمصطفى مؤيد يحاول وقريب، لكن هنا الخطأ. سويعيد تراجع بمكان اللاعب محمد بن طرشة، وكان هناك خطأ. الخطأ باللقطة الماضية كان على اللاعب مصطفى مؤيد، هذه الإعادة، وذلك الخطأ على اللاعب مصطفى مؤيد بالكرة الماضية. عادت الكرة هنا بوسط ملعب المباراة. التعادل قائم أحبتي ما بين الفريقين، لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي ديالى حتى هذه اللحظات. ديالى يطمح من أجل الوصول وتسجيل هدف، والكهرباء الذي يريد أن يصل بالمباراة وبخطف النقاط من خلال مباراة اليوم صافرة. هناك خط بالكرة الماضية، وأيضا نعم الراية كانت حاضرة من المساعد أحمد سلام، المساعد الأول لحكم المباراة باللقطة الماضية.
كانت هناك الراية نعم متواجدة، وقرار سليم للمساعد الأول الكابتن أحمد سلام من حكامنا الشباب المساعدين. وسام محمد، وسام على التنفيذ يا وسام محمد. كل شيء يمضي لأحداث الشوط الأول والتعادل المستمر ما بين الفريقين. هذه انقطعت، وصلت عند اللاعب خميس، يتراجع. هناك خطأ على اللاعب علي كريم، خطأ على اللاعب علي كريم بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب خميس المعواني. وصلت من علي خالد، يلعبها باتجاه حسام حيدر عبد الكريم، نقله تمضي والكرة عدت. المرور بهذه الكرة والتصويب رائعة، انقطعت لتعود مرة أخرى. هذه مضت عند اللاعب ناثانيل نانجولو، يلعبها مرت من كولينز أوباري وعدت الآن. ممكن بهذا التقدم، لكن حكم المباراة يقول انهض يا أيمن أو حسين يونس من مضى بالكرة الماضية. انقطعت لتعود مرة أخرى بوسط ملعب المباراة. كل شيء حتى الآن مثير، والتعادل لا زال مستمر بين الفريقين. لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي ديالا بعد هذه الكرة وبعد هذا التدخل ما بين اللاعب سين يونس، وبالابعاد للكرة الماضية كان من اللاعب من طرشة. تراجع بوسط الملعب، نقله هناك عند اللاعب أيمن يحاول صفاقسي، عدت الكرة من الجهة اليمنى وبتمريرة عند اللاعب مرتضى حسن، يحاولون الوصول. تمضي الكرة بتمريرة من أحمد عايد لتراجع للاعب وكاع رمضان، ولكن هنا الكرة عادت عند اللاعب إيفيانز. أعاد الكرة أندرو لتعود مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، قريب الكرة وبتمريرة تصل لمصلحة نادي الكهرباء. هذه عند اللاعب أحمد عايد، مضى بالكرة ونقله، عدت لخضر علي. خضر علي يحاول هنا العرضية وهنا الإبعاد، يأتي من اللاعب ناثانيل نانجولو. تراجع نانجولو وتعود بنقلة من علي عند البديل لاعبها مرتضى حسن. هناك بالجهة اليمنى عند أيمن صفاقسي، وصلت عند اللاعب كولينز أوباري لأيمن أيمن والكرة مضت والكرة عدت. هنا الإبعاد من حسام كاظم إلى خارج أرضية ملعب المباراة، تذهب إلى ركنية لمصلحة نادي ديالا. الركنية لديالا الآن بهذه اللحظات. هل ينجحون؟ هل يسجلون هدف أول بهذه الدقائق المتبقية من أحداث الشوط الأول؟ هنا توجيهات الحارس أمجد رحيم لعب لنفط ميسان، لعب لنادي نوروز وانتقل من نفط ميسان إلى نادي الكهرباء. علي كريم، هذا مثل الفريقين. علي كريم هو على التنفيذ للركنية، ملعوبة من علي كريم وبالراس عدت الله العارضة مرة أخرى، ضاعت على ديالا وكادت أن تكون في المرمى. رأسية اللاعب اندرو إيفيانز بهذه الطريقة وبهذه الرأسية الجميلة، والعارضة تتصدى لتبعد كرة اللاعب إيفيانز التي غادرت أرضية الملعب بعد أن عادت، والعارضة وقفت في جانب الحارس أمجد رحيم بهذه الركنية. الشاهد الارتقاء وهذه الرأسية الجميلة، لكن العارضة وقفت في طريق كرة الهدف الأول. واحدة من أخطر المحاولات لنادي ديالا والوصول عن طريق اللاعب إيفيانز، وبعد أن ضاعت وغادرت الكرة الماضية لتعود الآن من جديد بوسط الملعب. حيدر، نقلة طويلة تصل عند اللاعب سويعيد. مصطفى مؤيد، الابعاد لمرتضى حسن، حاول هنا الصافرة والخطأ.
خطأ باللقطة الماضية على اللاعب خضر علي بعد الاشتراك مع اللاعب حسين يونس بالكرة الماضية. وصافرة حكم المباراة هنا الكلام. لازلنا نشاهد أحبتي حتى هذه اللحظات، والتعادل لا زال مستمر في المباراة. هي لتعود من جديد وبنقلة أخرى وصلت الآن، عدت عند الحارس وسام، من وسام يلعبها إيفيانز بهذه الكرة. أندرو إيفيانز يلعب الكرة أمامية، كولينز أوباري وتصل مرة أخرى بوسط الملعب من جديد. هنا نقلة، يلا يا حسين، مضت الآن. مصطفى مؤيد يحاول واعثار بالكرة الماضية. مؤيد تأتي العرضية والإبعاد من علي خالد حتى وصلت للكهرباء. هناك لحيدر، الله، مر من واحد. حيدر عبد الكريم ماشي، عدى من الثاني. يا الله ماذا يفعل هذا الفتى؟ موهوب لمنتظر عادل، عدت بسرعة الكهرباء، مضت للكهرباء وإلى خارج أرضية الملعب. شوف المرور، شوف العبور، شوف المهارة، شوف الدقة بالتركيز لهذا اللاعب حيدر عبد الكريم بمرور الرائع. عدى من اثنين من اللاعبين ومرر بالكرة بطريقة جميلة لمنتظر عادل، ضاعت، لكن هناك مقتدى حسن كان متواجد لإبعاد الكرة وخلصها. نشاهد الآن أحمد عايد على التنفيذ، ونلعب بالوقت الإضافي دقيقتين لنهاية أحداث الشوط الأول. ملعوبة الكرة من أحمد عايد، الارتقاء بالراس، منتظر عادل، عدت وبعيدة، ضاعت يا حسام، أو هذا بن طرش، ضاعت على بن طرشة الكرة الماضية. هذه الكرة لعبت بهذه الطريقة وبالراسية من محمد بن طرشة قدم، لكنها ضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. لازلنا نشاهد أحبتي شوط مثير، تبادل فيه الهجمات والمحاولات استمرت. كانت خطورة لنادي ديالا، استطاع أن يتحصل على ركلة جزاء من خلالها وأضاعها اللاعب كولينز أوباري، وأيضا براسية اللاعب إيفيانز التي كانت قريبة بضع سنتيمات لتكون في المرمى، وكذلك أهدرت وضاعت. وشاهدنا رد الكهرباء عن طريق بن طرشة وعن طريق اللاعب منتظر عادل بالكرات التي مضت، وبهذا التدخل هنا والخطأ كانت بصافرة حكم المباراة. نشاهد، نتابع ما تبقي من هذه اللحظات لأحداث الشوط الأول والتعادل القائم ما بين الفريقين. لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي ديالا، هل يأتي هدف وينهي مجريات هذا الشوط بهذه اللحظات المتبقية من الكرة الأخيرة. حسام كاظم على التنفيذ، يلعبها بنقلة، وصلت يا حسام، طالت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت يا علي خالد وغادرت أرضية ملعب المباراة. تم تنفيذ الكرة من اللاعب حسام للمدافع علي خالد بهذه الطريقة التي غادرت أرضية ملعب المباراة. مضت، نعم، وكذلك كل شيء هو قريب من نهاية أحداث الشوط الأول. وكذلك أيضا تأتي صافرة حكم المباراة لتعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف. نعم أحبتي، أكيد نعود ونكمل مجريات الشوط الثاني لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. لاعب منتظر عادل، عد منتظر، مر، والكرة لا زالت مستمرة لحسام. جول! هذا
والهدف الأول. الكهرباء يسجلون أول أهداف المباراة. نعم، الفريق الذي يولد الحماس ويشعل المنافسة لا يعرف سوى طريق الهجوم واللعب الجميل. هذا هو الكيان، ليس مجرد اسم بل هو طاقة كروية متجددة هنا في معقل الصواعق، في معقل الزوراء. يصنع نعم ويرسم ويسجل السواعيد وأول أهداف اللقاء. الصناعة تأتي من نهاد محمد والسواعيد حطها بالراس بأول أهداف المباراة بهدف أول لنادي الكهرباء. محمد السواعيد من الكهرباء وتصل هنا الابعاد. ياتي عمر ومرت لنهاد محمد، هذا الثاني يا نهاد، عد الثاني يا نهاد محمد، يرفض الاحتفال نهاد محمد. وللمرة الثانية هنا الكهرباء نعم يتجدد في معقل الصواعق في ملعب الزوراء، يرسمون المجد بأقدام لاعبهم، لا يعرفون المستحيل، يتقدمون بهدف ثاني بالمباراة. وهذه المباراة الرائعة والهدف الثاني للكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. شاهد هنا الكرة وهنا النقلة، هنا الاسيست الجميل من ستار جبار، اخطأ بها عمر نوري واستغل هذا الخطأ نهاد محمد ليعلن عن ثاني اهداف الكهرباء. اسيست رائع من المدافع. شاهد هناك من المدافع ستار جبار مرة ليخادع المدافعين، اخطأ بهذه الكرة عمر نوري، وغلطة الشاطر خلاص يا عمر تكلف هدف. لا نقول غلطة الشاطر بل غلطة المدافع تكلف هدف يا عمر نوري. وهذه كلفت الكرخ بهذا الخطأ هدف التقدم والهدف الثاني لنادي الكهرباء عن طريق اللاعب نهاد محمد. فابريس يلف ويدور بوسط الملعب، نقلة خاطئة ويوسف السودا يستغل هذا الخطأ ويسدد. الله، هدف أول. هذا صاروخ من القلعة الصفراء. نعم، بأول أهداف المباراة بهدف وبصاروخ. هنا نادي أربيل، هذا الفريق الذي اعتاد على الصعود فوق قمم الجبال، قادم بكل شموخ، يريد أن يفرض نفسه في مباراة اليوم، يبحث عن كسب النقاط وبكورة رائعة بتصويبة رائعة. يوسف بن سودا، الله الله الله، بكرة لا تصد لأربيل. هولير بهدف أول، بهدف رائع جميل من يوسف بن سودا، حاول بذلك الطيران رضا عبد العزيز والكرة صعبة وبعيدة على الحارس، وهدف أول لنادي أربيل. كلي تعدي عند خالد بهذه الكرة ومحمد يقطم هذه الكرة عند أحمد نعيم، مر يا أحمد، عدى أحمد نعيم لمحمد قاسم، تدرك الكرة دومينيك مندي، جول يا مندي. دومينيك مندي يسجل هدف التعادل. نعم، هنا النجف، هنا غزلان البادية بعزيمة الغزلان، يركضون في سهول البادية، لا يعرفون التعب، لا يهابون الخصوم، يسعون من أجل الاقتناص للنقاط الثلاثة وإسعاد هذه الجماهير المتواجدة. لا مجال للتراجع ولا مكان للخوف، هي معركة كروية بنكهة عراقية أصيلة ما بين النجف وأربيل. هنا الكبرياء، هنا نعم منجم النجوم بسرعة الغزلان ومكر الفهود، يسجلون هدف التعادل. يأتي من محمد قاسم بوسط الملعب المباراة، سفيان والكرة لفرانك سيدريك، روى يوسف، عدى بهذه الكرة بهذه الطريقة، روى بنقلة لفرانك سيدريك، مر فرانك سيدريك، سدد فرانك سيدريك الثاني. الله،
يوسف بن سودة والهدف الثاني. هولير يسجلون ثاني أهداف المباراة. اللهب الأصفر، نعم اللهب الأصفر، والهدف الثاني بهذا اللقاء. يوسف بن سودة يسجل الهدف الثاني بالمباراة للقلعة الصفراء، تحصن أسوارها بهدف ثاني بطريقة جميلة، بأسيست رائع، بحركة ونقلة رائعة من فرانك سيدريك. هو عدى، مرر هذه الكرة على طبق من ذهب ليوسف بن سودة. شاهد المرور من روى يوسف لفرانك سيدريك بهذه الطريقة، بهذا المرور، نعم ببرودة الأعصاب. ويا لبرودة أعصابك يا يوسف بن سودة على الهدف الثاني، على الهدف الجميل. هذا الرسام، هذا الفنان. فيما كرة تريد أمجد عطوان، فيما آخر من سجل في مباريات الفريقين يلعب كرة. بطريقته الخاصة، بوصفه الخاص، أمجد عطوان يشعل مدرجات ملعب زاخو، يجعل مدينة الخابور ترى عجيجها وضجيجها وكل شيء على مدرجات ملعبها يسمع ويرى ويشاهد. أمجد الفنان، أمجد المهاري الرائع، هنا أمجد الذي ينافس الهدافين. مر، عدى، نظر، من قال إن الشباك لا تخترق. الله في المرمى فهد، لكنه غير قادر على رد الكرة، على رد القنبلة التي أرسلها عطوان. رايحة للجول، رايحة للمرمى، وفي شباك فهد، وانفجار هيجان على المدرج، وما يجري جنون على جنون على جنون. كان هنا في هذا الملعب في مباراة 4-3، بينما كرة التعديل ربما هي جول. التعادل يأتي بغفلة من الجميع. باسم وضع الخلطة، وضع الشيء الملازم للعودة، وكرة العودة تأتي أمام ماتشي أوغستين أماتو. يسجل الآن أمام ماتشي كلاباتشي، يحلق عاليا بالأنيق، يعيد الأنيق من الوسلات إلى النيجيري، إلى كرة مباغتة لعلي كاظم، إلى عودة طلابية زرقاء. الكرة الجميلة رائعة يمينية من جانب اللاعب النيجيري أمام ماتشي أوغستين، وعلى يسار علي كاظم. باغت باتريك وباغت الجميع، محاولات ولا عودة تكتب لأبناء الخابور، بينما كرة الآن لل15. راكس السامبا، الانفجار الجديد، الهداف القادم من محاولة واحدة. باتريك يسجل، وغوستافو هنريك يسجل. غوستافو يضع التقدم، وتغييرات طلال مباشرة تجعل الانفجار في مدرج زاخو، في مدرج المارد الأبيض في الألوان البيضاء والحمراء. هنا أجواء رهيبة سنعيشها الآن، سنراها الآن، ولكن عد بي إلى الإعادة لتشاهد الجمال، لتشاهد إمكانية مهاجم كبير من أنصاف الفرص. وهذه واحدة، سجل الكرة بيمناه قوية وفي سقف مرمى فهد. لا أوفسايد، نو أوفسايد، والكرة في المكان الذي يقف فيه فهد طالب. أين الحضور يا فهد؟ ومتى الرد يا فهد؟ لكنه صاروخ من ساو باولو، من الريو، من كل أنحاء البرازيل إلى مدينة الخابور. بالجمال والدلال تتواصل الأفراح على جسر دلال، على الجسر العباسي لمدينة الخابور. 2024 2025 التعادل لا يزال قائم. هنا حارس المرمى يخطئ.
حارس المرمى يخطأ بالكرة الماضية، وبالتالي حارس المرمى مصطفى جاسم هذا الخطأ يكلف الفريق هدف، يكلف الفريق جول. شوف الكرة وشوف المتابعة، وأي خطأ من حارس المرمى يرتكب الآن. الحارس الشاب يخطأ في هذه الكرة، يخطأ بتوقيت الكرة، يخطأ باستلام الكرة، وبالتالي الكرة تكلف الفريق هدف. نيد فريكي يحاول الآن لم الكرة، بعد ذلك التمرير، هذه خطيرة لأحمد محمود. الله، جول ثاني، هدف ثاني لأبناء السليمانية، هدف ثاني لأبناء السليمانية الآن لنوروز. سجل الثاني أحمد محمود في الدقيقة 31 يظهر لنا الآن، ويضيف في الثاني جول ثاني، هدف ثاني لنوروز لأبناء السليمانية، ويتقدمون من خلال هذا اللاعب 5 أهداف هذا الموسم. شوف الكرة، ند فريكي لمروان، بعد ذلك التمرير والتسديد بظاهر القدم اليمنى. التسديدة كانت قوية وكانت رائعة من قبل أحمد محمود ليتقدم بهدف ثاني. هذا هدف مشابه لهدف اللاعب جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة، بنفس الزاوية، بنفس الطريقة، بهكذا مكان سدد الكرة وسجل جوستافو يوم أمس في مرمى الطلبة بهكذا طريقة. واليوم نوروز كذلك إلى جهة اليمين، هذا المرور الممتاز، بينما مروان، وهدف ثالث، هدف ثالث لنوروز. الله على الهداف، الله على الهداف، مروان حسين يأتي بالهدف الثالث وجول. مروان يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45. وافرحي افرحي يا جماهير نوروز، الهدف الثاني عشر لهذا اللاعب من خلال هذا الموسم، من خلال هذا الموسم. شوف أحمد محمود لمروان حسين اللي ما كذب خبر، اللي ما كذب خبر. شوف التفاهم، الله الله على التفاهم الكبير من خلال اللقطة الماضية. ومروان اللي ما كذب خبر، مروان الهداف بمجرد انه وضع قدمه فيها لفريق ديالى لعلي عبد الله، وهو اللاعب الوحيد اللي سجل في مرمى الفريق. الله الله الله، في ذكر الاهداف الجميله ياتي جميل الهدف، ياتي جميل الهدف هذه المره. ايمن الصفاقسي يرتقي وبكرة بالراس. الله 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 على ايام وذكر ايام علي عبد الله. ياتي لنا هذه المره المحترف ايمن الصفاقسي، سجل وقلل الفارق لديالى، يسجل الان خاسرا المباراة. بينما الله، مروان يا مروان. ثاني بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل سلبا من دون أهداف، أتينا لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة ما بين الكهرباء وديالى هنا بملعب الزوراء مع صافرة حكم المباراة الدولي مهند قاسم ومساعدي أحمد سلام ومحمد محسن، بينما الحكم الرابع سجاد خالد، وبغرفة الفار الدكتور أحمد كاظم محسن فلاح لهذه المباراة. نعم، هنا بملعب الزوراء لحساب الجولة 23 بالمنافسات دوري نجوم العراق. نادي ديالى أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول
وكان قريب من تسجيل هدف أول بالمباراة. قدم شوط جميل، استحواذ كان رائع لنادي ديالا، استحوذ على العديد من المحاولات، ولكن استمر الشوط بالتعادل حتى وصلت المباراة بشوطها الثاني. الكهرباء كذلك يسعى من أجل رفع فولتية المباراة وشحن اللقاء بهدف. هو ما يبحث عنه نادي الكهرباء بعد أن وصلت الكرة هناك بنقلة لتصل من جديد وبتمريرة لمصلحة نادي الكهرباء. تعود بنقلة أخرى، هذه مضت هناك لتعدي بعد كذلك اشتراك اللاعب رونالد، وبهذه الكرة مضت وسط ملعب المباراة من حسام كاظم، يلعبها نقلة وللأمام، منتظر عادل يحاول ويأتي الإبعاد من اللاعب علي كريم. بعد هذا مقتدى حسن، أبعد الكرة الماضية مقتدى حسن بنقلة مضت وعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم، في نفس التوقيت كما ذكرنا أحبتي لهذا اليوم انطلقت مباراة الكرخ وزاخو صاحب الأرض متقدم على الفريق الضيف نادي زاخو، متصدر الترتيب. نعم، هو الآن متأخر بهدف أمام الكناري ولا زال في ترتيب في صدارة الترتيب ب 45 نقطة، ويلي نادي الزوراء في المركز الثاني ب 43 نقطة. هذه كرة عدت الشرطة في المركز الثالث ب 41 نقطة وعند مباراتين مؤجلتين. القوة الجوية في المركز الرابع ب 48 نقطة، وكذلك نادي توك في المركز الخامس وعنده 3 مباريات مؤجلة، ونادي الطلبة بالمركز السادس، نادي القاسم الذي يحتل المركز السابع، نادي نفط غيسان في المركز الثامن، وأربيل في المركز التاسع، الكرخ صاحب المركز العاشر، بينما القرمة بالمركز الحادي عشر، نوروز يحتل المركز الثاني عشر، والنفط في المركز الثالث عشر، النجف في المركز الرابع عشر، وهنا كذلك نادي الكهرباء الآن في المركز الخامس عشر، الميناء السادس عشر، نفط البصرة في السابع عشر، ونادي كربلاء المركز الثامن عشر، ديالا المركز التاسع عشر، والحدود متذيل الترتيب بالمركز الأخير 20 من دوري نجوم العراق حتى الجولة 22 من منافسات دورينا. بهذه الكرة التي وصلت هنا عدت ولا زالت مستمرة بهذا التقدم، والكرة تعود نعم ضمن مباريات دوري نجوم العراق، والمنافسة مستمرة للجولة 23. بهذه الكرة بالراس وبأحضان الحارس أمجد من كولينز أوباري. لعبة مباراة أربيل والميناء التي انتهت لمصلحة نادي الميناء بفوز ثمين خارج أرضه، وكذلك الكرخ وزاخو والكهرباء وديالا، بعدها مباراة النجف والزوراء. يوم غد كذلك سيلعب نادي نوروز والقوة الجوية، نفط البصرة والطلبة، الحدود والقرمة، الشرطة وكربلاء. هذه الجولة أيضا مباراة توك ونفط ميسان مؤجلة. وصلت الكرة عدت هنا بنقلة للكهرباء حتى غادرت أرضية ملعب المباراة. كذلك في الجولة القادمة في الجولة 24 الكهرباء سيواجه نادي كربلاء، وديالا سيواجه نادي توك، مباراة مؤجلة القادمة مع نادي توك. بينما في الجولة القادمة الزوراء يواجه نادي أربيل، والميناء يواجه النجف، وزاخو سيواجه نادي النفط، ونفط ميسان يواجه الشرطة، والكهرباء بمواجهة كربلاء. ملعوب الكرة بالراس بنقلة، القاسم سيواجه الحدود، والقوة الجوية يواجه الكرخ، والقرمة يواجه نفط البصرة، والطلبة يواجه نوروز بختام الجولة 24 في المباريات القادمة من منافسات دورينا. هذه الكرة بعد أن وصلت الآن وبعد أن عدت في منتصف ملعب المباراة، كرات تهدر، محاولات هي مستمرة، والبحث عن التقدم بهدف من خلال هذا اللقاء. هل ينجح نادي الكهرباء ويسجل هدف أول، أم يكون أول أهداف المباراة لمصلحة نادي ديالا؟ نشاهد بعد أن عادت وبعد أن وصلت بتمريرة تعود وتصل مرة أخرى
لمصلحة نادي ديالى. أيمن يحاول نقلة، تأتي العرضية، تصويب وصلت لأحضان الحارس يا حسين، سدد بقوة لكن أمجد رحيم متواجد بالكرة الماضية وشاهد بهذه التمريرة بهذا المرور من أيمن. صفاقسي لعبها وجاءت تلك التسديدة القوية بالكرة الماضية من علي كريم لأحضان الحارس أيمن، أحضان الحارس عفوا أمجد رحيم. باللقطة الماضية يا أمجد كل شيء يمضي حتى الآن، والبحث عن هدف أول من خلال مجريات الشوط الثاني للمباراة، ولا زالت الأمور مستمرة. مصطفى مؤيد يحاول مصطفى مؤيد بهذا العبور بهذا المرور، هي عدت وبعد أن وصلت الآن كرة بالرأس تتخلص لتعود مرة أخرى، مستمرة بوسط ملعب المباراة. نادي ديالى يسعون من أجل الوصول وتسجيل هدف أول من خلال أحداث المباراة ومن خلال الشوط الثاني. عند أمجد رحيم يتألق، أمجد رحيم متألق بتصديه للكرات التي تصل والتسديدات من قبل لاعبين نادي ديالى، وهم يحاولون الوصول والتقدم بهدف، لكن بعد أن وصلت لأحضان الحارس أمجد رحيم بهذه الطريقة عانق هذه الكرة الماضية. عادت الكرة هنا بالوسط نادي ديالى، فوز الأخير على نادي الحدود، هذا يفتح شهية اللاعبين من أجل التقدم وتسجيل الأهداف، وممكن أن يرتقي بسلم الترتيب، هذا في حال إذا سجل هدف وإذا حصد النقاط الثلاثة سيصبح برصيده 6 و16 نقطة، لكن الأمور لا زالت مستمرة بهذا التعادل ما بين الكهرباء وديالى حتى هذه اللحظات. لا زلنا نشاهد، لا زلنا نتابع بعد أن عادت الكرة هناك بتلك النقلة، وهناك كان خطأ. الركنية الآن لنادي الكهرباء، ملعوبة الكرة عدت وتستمر من جديد هنا لتعود، تمضي الآن والكرة بهذا التقدم بهذه الطريقة. هنا حكم المباراة ماذا يشير؟ لا وجود لشيء في الكرة الماضية، وبعد أن عدت لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. خطأ هناك بالكرة الماضية، نعم، بعد إشراك اللاعب رونالد اللاعب الذي اشترك بديلا في الشوط الثاني بصفوف نادي الكهرباء. فهل تتغير الأمور لمصلحة الكهرباء؟ وكانت هناك المطالبة بعد الإبعاد من اللاعب اندور إيفيانز، أبعد تلك الكرة، ولا زال التعادل قائم ما بين ديالى والكهرباء هنا بوسط ملعب المباراة. والشاهد أحبتي مضت الآن، نادي الكهرباء فاز ب6 مباريات وتعادل ب8، ومن ثم خسر 8 مباريات. آخر مباراة خسرها كانت أمام نادي الزوراء ب3 أهداف مقابل لا شيء. هنا الحجمة، هنا المحاولة، هنا لديالى، هنا الكرة عدت وبنقلة وصلت للحارس أمجد حتى غادرت أرضية ملعب المباراة. يا حسين ضاعت، حسين يونس حاول العبور، حاول المرور بالكرة الماضية ولكنها ضاعت على حسين يونس. وقع رمضان على ما يبدو، وشاهد حتى الآن تستمر المباراة بالتعادل وتساقط الأمطار هنا بالأجواء بهذه الأمسية في سماء بغداد، والتعادل قائم ما بين الفريقين. فمن يمطر الشباك بهدف بهذه المباراة بعد تدخل اللاعب أحمد عايد مع اللاعب أيمن صفاقسي بالكرة الماضية. عادت عند اللاعب علي خالد، من علي خالد وبنقلة وصلت الآن، هي عدت عند اللاعب علي
خالد يلعب علي. خالد مضت ولا زالت مستمرة. هذه كرة تعود من منتظر، وهناك عند اللاعب خميس المعوني يلعبها خميس. نقلة من خميس وتعود عند منتظر عادل لحسام كاظم في وسط ملعب المباراة. تتخلص وتعود لحسام مرة أخرى. تراجع بالكرة لخميس. هذا هو خميس، حاول بالكرة من خميس عند اللاعب رونالد. تمضي الكرة وتعدي. هنا تأتي العرضية من وقاع بالكرة الماضية الرقم 79، ولكنها مضت ولا زالت الأمور مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. هل ينجح الكهرباء أم يكون النجاح حليف ديالى بهذه المباراة بهذا الشوط؟ شوط المدربين كما ذكرنا. وصلت الكرة لمصلحة نادي ديالى بمنتصف الملعب، وعدت من جديد هناك بنقلة لكتيبة ديالى لتصل من مصطفى مؤيد، وتعود هناك بنقلة أخرى عدت عند اللاعب مرتضى حسن بوسط ملعب المباراة. يتراجع للبحث عن زميل من حسين. عاد الكرة لمصطفى مؤيد. مصطفى مؤيد يلعب بنقلة طويلة من مصطفى. تتهيأ الأمور وهناك العبور. كولينز أوماري هو الذي أضاع ركلة الجزاء ويحاول الآن تصحيح الأمور، لكن أمجد رحيم متواجد وتصدى لكرة اللاعب أيمن بالكرة الماضية من أيمن التونسي. صفاقسي بالكرة الماضية. هذه عدت للاعب منتظر، من يحاول المرور، من يحاول العبور لتعود مرة أخرى. شاهد القطعة الكرة وبنقلة من مقتدى حسن، والابعاد يأتي. تتخلص الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. شاهد هنا الكلام ما بين أيمن صفاقسي مع حكم المباراة، يقول انهض يا أيمن، لا وجود لشيء. بعد ذلك التدخل من اللاعب علي خالد الذي تدخل وأبعد الكرة الماضية حتى غادرت أرضية ملعب المباراة، ولتعود مرة أخرى. شاهد هي وصلت الآن، نعم أجمل بهذه الطريقة ديالى. تصفيط باص رائع، لكن بالوصول وترجمة الكرة بالشباك لا نجاح حتى الآن. متى يفعلونها ويسجلون هدف بهذه المباراة، سواء كان لنادي ديالى أو لنادي الكهرباء، بعد أن مضت وبعد أن عدت هناك بتلك الكرة التي غادرت. نعم اللاعب وقاع رمضان ترك أرضية ملعب المباراة وزج باللاعب عباس عادل نعمة. عباس لعب للحدود وكذلك وقع للقوة الجوية ويلعب مع الكهرباء لنظام الإعارة. سلامة اللاعب، سلامة يا علي خالد يشكو إصابة بعد التدخل بالكرة الماضية. وهذا اللاعب أيمن محمود الذي تلقى البطاقة الصفراء. أيمن محمود أيضا تونسي آخر مع نادي ديالى. هناك أيمن بهذا التدخل دخول مباشر على قدم اللاعب وبطاقة صفراء كانت على اللاعب أيمن محمود. تلقى البطاقة الصفراء. هذه الإعادة لهذه الكرة التي وصلت لها الحارس. سلامة اللاعب علي خالد. لا نتمنى أن نشاهد مثل هكذا حالات تحدث في مثل هكذا مباريات في دوري نجوم العراق. ممكن أن تعيق مسيرة اللاعب. الدخول المباشر على قدم اللاعب هذا يعيق نعم مسيرة اللاعب في الدوري، وممكن تكون إصابات مؤثرة. الكابتن نعم هنا الزلفاني يامن، الزلفاني التونسي يتحدث مع مواطنه اللاعب أيمن صفاقسي باللقطة الماضية، وتأتي توجيهات المدرب لهذا اللاعب حتى ينهض اللاعب علي خالد. لا زال طريحا على أرضية ملعب المباراة. السلامة لعلي. هل يترك أرضية ملعب المباراة؟ هو نعم غادر أرضية الملعب اللاعب أنس مالك بالشوط الأول بسبب الإصابة. لا نتمنى أن تكون الإصابات بليغة وتعيق سير المباراة، لكن بهذه الطريقة تعاد هذه اللقطة. هذا دخول على قدم اللاعب، دخول متهور من اللاعب أيمن محمود على قدم اللاعب علي خالد.
وبطاقة صفراء. حكم المباراة أشهرها على هذا اللاعب في اللقطة الماضية. نعم، سلامة اللاعب. أولا التعادل أحبتي لا زال مستمر ما بين الفريقين. ذكرنا في مباراة الذهاب التي انتهت بين الفريقين بهدفين مقابل هدف لنادي ديالى، وذكرنا بمباريات اليوم كذلك لابد أن نذكر بنتائج الجولة الماضية. الكرخ تغلب على نفط ميسان هناك بميسان بهدفين مقابل هدف، ونفط البصرة تعادل أمام كربلاء سلبا. ديالى تغلب على الحدود 2-0. القوة الجوية تعادل سلبا من دون أهداف أمام نادي النفط. النجف تغلب على نادي القاسم في ديربي الفرات الأوسط بهدفين مقابل هدف. زاخو تغلب على الميناء بهدف دون رد. الزوراء تغلب على الكهرباء ب3 أهداف مقابل لا شيء. القربة تغلب على نادي نوروز بهدفين دون رد. والشرطة تغلب على الطلبة في ديربي العاصمة بغداد بهدفين دون رد. وبتلك الجولة أيضا تأجلت مباراة تهوك وأربيل. تهوك الذي يقدم معطيات جميلة ورائعة في بطولة دوري أبطال الخليج، كأس الخليج للأندية الخليجية، ويصل لمباراة نصف النهائي بعد التغلب على نادي التعاون السعودي، وسيلعب مباراة الإياب في ملعب تهوك يوم الأربعاء. أتمنى التوفيق لممثل الكرة العراقية نادي تهوك في هذه البطولة بعد تقديم مستوى رائع وجميل. علي خالد ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة، ويشارك اللاعب ستار جبار بدلا من علي خالد. سلامة لعلي خالد. هذه كرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية الملعب. نعم، لذلك الدخول أجبر اللاعب علي خالد أن يترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. ويشارك اللاعب ستار بهذه الدقائق وبهذه اللحظات. نشاهد أحبتي، نتابع. هذا وسام محمد، والركنية الآن لنادي الكهرباء. الركنية للكهرباء. مهند قاسم حكم المباراة. ملعوبة للكهرباء. الإبعاد يأتي، تتخلص وتعود مرة ثانية من خضر علي بنقلة هناك بتمريرة تصل. منتظر هل يحاول لعباس وتمضي الكرة عند عباس في هذه العرضية بالراس، تتخلص عند اللاعب إفيانز وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. هناك إلى ركنية من جديد. الركنية بكرة الماضية. هذا عباس عادل نعمة ومحمد بن طرشة بعد الدخول بالكرة الماضية، والتحدي لا زال مستمر حتى الآن ما بين الكهرباء ونادي ديالى، والبحث عن هدف من خلال مباراة اليوم. لا زلنا نتابع أحبتي. وسام، نعم، كثرة الإصابات في المباراة هي تعيق سير هذا اللقاء. لا زلنا نتابع ونشاهد هل سيكون هناك هدف بهذه المباراة. على ما يبدو أحمد جلال يستعد ليشترك هذه الجماهير المتواجدة هنا بملعب الزوراء المساندة من خلال هذا اللقاء. تلعب الكرة هنا، الارتقاء، إبعاد يأتي ويعانق الكرة وسام محمد باللقطة الماضية. ارتقاء وصعود رائع كان من اللاعب خميس بالكرة الماضية. نادي الكهرباء بهذه الطريقة من اللاعب حسام كاظم، وحاول اللاعب خميس بتلك الكرة أن يخطف الكرة من أمام الحارس، لكن بهذا التدخل كان يطالب حكم المباراة الذي طلب استمرارية اللعب. وهنا تأتي هذه النقلة عند الحارس أمجد رحيم، من أمجد رحيم لتصل يا أمجد رحيم، وتعدي هناك بنقلة أخرى مضت لمصلحة نادي الكهرباء. عدت هناك العرقلة، وهناك نعم سحب من قميص اللاعب وبطاقة صفراء على اللاعب علي كريم. علي كريم تلقى البطاقة الصفراء بهذه الطريقة. حاول إعاق هجمة لنادي الكهرباء وسحب اللاعب من الخلف عباس عادل، أجبرت حكم المباراة أن يعطي البطاقة الصفراء على اللاعب علي
كريم باللقطة الماضية. تعود الآن للكهرباء وهناك خطأ. نادي الكهرباء وحكم المباراة. كثرة البطاقات ممكن أن تولد بطاقة حمراء في المباراة. بعد ذلك الإبعاد من اللاعب أنديرو إيفيانز، والخطأ كان باللقطة الماضية. سلامة اللاعب أيمن أيضا يشكو من إصابة. أيمن نادي الكهرباء الموسم الماضي هو احتل المركز الثالث عشر ب41 نقطة، لكن بهذا الموسم حتى الجولة 22 هو في المركز الخامس عشر. لعب 22 مباراة، فاز ب6 مباريات، حقق الفوز على نادي نوروز 2-1، وفاز على نادي ديالى بنفس النتيجة في مباراة الذهاب. فاز على نادي نفط ميسان 1-0، وفاز على نادي زاخو هناك بملعب زاخو 1-0. فاز على الميناء 2-1، وعلى الكرخ 2-0. هذا آخر انتصار كان لنادي الكهرباء هو على نادي الكرخ. بينما تعادل أمام القوة الجوية سلبا، تعادل أمام القاسم وتوك وكربلاء والنفط والنجف سلبا من دون أهداف، وتعادل أيضا أمام الكرخ بهدف لمثله، وتعادل أمام القرمة كذلك بنفس النتيجة. هو خسر من نفط البصرة 2-1، من أربيل 4-3، وخسر من الشرطة 1-0، من الزوراء 1-0، خسر من الطلبة 2-1، ومن الحدود 2-1، من الشرطة 2-0، ومن الزوراء بآخر مباراة خسر 3-0. أيضا أيمن صفاقسي ترك أرضية الملعب، ويشترك الآن بهذه اللحظات اللاعب لويس أندروول. لويس أيضا بدلا من اللاعب أيمن صفاقسي ترك أرضية الملعب. إصابات متكررة في المباراة، وأحمد جلال يشترك كذلك بدلا من أيمن. تغييرين، أحمد جلال ولويس بهاما الفرنسي. سلامة لصفاقسي. هذه بعدها انمضت الكرة وبعدها انعدت. هذا كولينز أوباري. الأمطار مستمرة بملعب المباراة بهذه الأجواء وطقس المباراة. هل يتغير بهدف من خلال أحداث هذه المباراة ويكون هدف المباراة لنادي الكهرباء؟ الكهرباء لا زالت مستمرة وسط هذه الأجواء الممطرة، والديالى الفريق الذي يطمح من أجل الوصول وتسجيل هدف بمباراة اليوم، لكن الهدف غائب على الكهرباء وغائب على ديالى حتى الدقائق هذه المستمرة من أحداث شوط المباراة الثاني. ذكرنا بأن الشوط الثاني هو شوط التكتيك للمدربين، شوط الأهداف وصلت الآن بهذه الكرة التي عدت. ذكرنا بنتائج نادي الكهرباء ومباريات التي حقق الفوز بها خلال الجولات الماضية، والمباريات التي خسر بها والتي تعادل بها خلال تلك المباريات التي لعبها في الجولات الماضية. أكيد سنذكر بنتائج مباريات نادي ديالى عندما لعبها، الخسائر التي تلقاها والتعادلات والانتصارات. هو انتصر بمباراتين على نفط ميسان والحدود، وهنا الخطأ بوسط الملعب لمصلحة اللاعب خميس، بينما نادي ديالى الذي يحتل المركز التاسع عشر لم يسجل إلا 17 هدف، واستقبل الشباك 38 هدف برصيد 13 نقطة. هذه عادة الكرة بالوسط هنا بأقدام اللاعب أحمد، تمريرة من حيدر عبد الكريم، وعادت الكرة للأمام، تمضي وأمامية مستمرة لمصلحة الكهرباء. خضر علي تعود، طرش يرابها هناك عند اللاعب حيدر عبد الكريم. من حيدر عبد الكريم يلعب هذه الكرة وتتخلص هناك للأمام. عدت الكرة بوسط ملعب المباراة، نقلة عادت لمصلحة نادي الكهرباء. من الكهرباء والبحث عن أول أهداف المباراة، من ينجح ليضيف الهدف الأول بهذا اللقاء، لكن التعادل أحبتي كما تشاهدون هو مستمر بهذه المباراة. حسام كاظم والعرضية تأتي من حسام، الارتقاء رونالد بهذه الكرة، لويس بهاما بهذه الكرة وبالراسية، هنا عدت، هنا منتظر عادل لتعود مرة أخرى.
والتعادل المستمر يا منتظر عادل عند اللاعب بالطرشه. محمد بالطرشه يلعبها وتعود بنقله، وصلت لستار جبار اللاعب البديل، لعب لنادي النجف ونفط ميسان، وانتقلت الكره بوسط الملعب هنا لتعود مره اخرى. حيدر عبد الكريم يلعبها من حيدر، والتراجع بهذه الكره من حيدر عبد الكريم. البحث عن زميل، يلعبها حيدر، نقله مره اخرى من خميس هناك عند اللاعب لويس، يحاول بهامه بهذه الكره الى الفرنسي، والكره تصل هناك بهذا المرور، عدت ولا زالت مستمره. يعطي الافضليه حكم المباراه بالتقدم لنادي الكهرباء. هل يستطيع اللحاق بالكره الماضيه حتى غادرت ارضيه ملعب المباراه؟ ضاعت على اللاعب عباس عادل. نعمه الاشقاء يلعبون سويه. هذا عباس عادل نعمه شقيق الكابتن منتظر عادل نعمه، الاثنين لعبوا مع والدهم الكابتن عادل نعمه في الموسم الماضي مع نادي الحدود، ولكن الكابتن عباس انتقل للقوة الجوية وأعطي إعارة لنادي الكهرباء، وكذلك منتظر عادل جاء لنادي الكهرباء، تعاقد مع الكهرباء، والكابتن عادل نعمة ذهب لتدريب نادي النفط. شاهد بالتدخل بالكرة الماضية كما ذكرنا، نادي ديالى تعادل أمام القوة الجوية، وتعادل أمام نادي الميناء، كذلك تعادل أمام نادي كربلاء ونادي النفط والقرمة والزوراء والطلبة. يعني نادي ديالى في موسم الأول في دوري نجوم العراق تعادل أمام الأندية الجماهيرية، أمام القوة الجوية تعادل بهدف لمثل، أمام نادي الميناء تعادل بهدف لمثل، أمام نادي الزوراء تعادل أيضا بالتعادل الإيجابي بهدف، وتعادل سلبا أمام نادي الطلبة، تعادل أمام القرمة والنفط، ولكن خسر من أربيل 2-1، وخسر بخسارة قاسية كأكبر خسارة حتى الآن في دورينا 6-0 من الشرطة، خسر من القاسم 1-0 من الكهرباء، 2-1 من النجف، 2-0 من توك، 3-0 من الطلبة، 1-0 من نوروز، 2-1 من زاخو، 4-1 ومن الحدود، 1-0 من نفط البصرة، 1-0 من الكرخ، 3-1 ومن نوروز 4-1. هذه النتائج التي خسر بها نادي ديالى خلال هذا الموسم. هذه بعد أن وصلت الآن، عدت هنا الكرة بنقلة ومستمرة من حسام، تأتي العرضية، الكرة بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. عن أكبر النتائج في دورينا هذا الموسم هي نتيجة الشرطة وديالى 6-0، زاخو والقاسم 6-2، القرمة ونفط البصرة 5-0 للقرمة، وكذلك نتيجة القاسم وأربيل 4-0 لنادي القاسم، والقاسم والحدود 4-2 لمصلحة نادي القاسم. الشرطة وأربيل كذلك تعد من النتائج الكبرى في دورينا خلال المرحلة الأولى التي انتهت للشرطة أيضا 4-1، زاخو وديالى 4-1 أيضا، هذه لمصلحة نادي زاخو، 4-1 لنادي تهوك على حساب الحدود، 4-0 لنادي النجف على حساب القوة الجوية. أيضا واحدة من النتائج الكبرى نتيجة النجف ونفط ميسان التي انتهت ب4 أهداف مقابل هدف لنادي النجف، و4 2 و4 كذلك 3 لنادي أربيل، مرة على نادي الكرخ وأخرى على نادي الكهرباء، و4-1 على نادي نفط البصرة أيضا كانت لنادي أربيل، 5-0 لنادي زاخو على نادي كربلاء. هذه من أكبر نتائج دورينا، و5-1 على نادي الميناء لمصلحة نادي نوروز. لا زالت الأمور مستمرة، 5-0 هذه النتيجة تكررت لنادي القرمة في شباك نفط البصرة، ولزاخو في شباك كربلاء، ولنوروز في شباك الميناء. بعد أن عادت الكرة هناك بنقلة أخرى تصل عند الحارس أمجد رحيم، من أمجد رحيم كل شيء يمضي. كابتن يامن الزلفاني التونسي درب نادي الطلبة ويحاول أن يسير بعيدا بنادي ديالى ويحقق انتصار الثالث من خلال مباراة اليوم، لكن
بهذه الأجواء الممطرة وبهذا الأداء، والتعادل لا زال مستمر بالمباراة. لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي ديالى. وصلت بوسط ملعب المباراة، هي عدت الآن بنقلة للأمام طويلة تمضي لمنتظر عادل، يظل يستطيع اللحاق بالكرة لكن انقطعت وبوسط الملعب. عادت عند اللاعب مرتضى بوسط ملعب المباراة، منقول الكرة للأمام، تتخلص وتصل هناك بمحاولة، هذه طويلة باتجاه الحارس أمجد لكنها بعيدة يا أمجد، طالت على أمجد وذهبت هناك حتى عادت لمصلحة نادي الكهرباء. من حيدر يلعبها لأحمد، نقلة والمرور الآن، الوصول بهذه الكرة، هل ينجحون؟ هل يسجلون هدف بهذه المباراة؟ ومن يسجل الهدف؟ هل الكهرباء أم لديالى؟ وصلت هناك بنقلة حتى عادت الآن بعد هذه المباراة. ستلعب مباراة النجف والزوراء وسط الملعب. نقلة تعود هناك مرة أخرى، كل شيء يمضي في المباراة والتعادل قائم ما بين الفريقين. الكهرباء يحاولون الوصول، نعم، عند اللاعب لويس بهاما بهذه الكرة من البديل ولكن تنقطع. إن إيفيانز مصطفى مؤيد، عدى مصطفى مؤيد لنادي ديالى، وصلت بمنتصف الملعب، تحركات من مصطفى مؤيد رائعة وجميلة. مقتدى يلعبها بنقلة طويلة، عدت الكرة ولا زالت مستمرة عند البديل حتى وصلت الآن ومضت تلك الكرة من نادي ديالى حتى انقطعت هناك الخميس بالنقلة الماضية، ذلك بهذا المرور، وتعود عند اللاعب لويس. حاول ولا زالت الهجمة مستمرة لمصلحة نادي ديالى للبحث عن أول أهداف اللقاء. يسعون بهذه المباراة فأكيد من يسجل سيكسب الرهان والنقاط الثلاثة لمباراة اليوم. الكهرباء يبحثون عن أول الأهداف ونادي ديالى يسعى من أجل تسجيل أول أهداف المباراة. كما تشاهدون حظت الأهداف غائبة عن أحداث مباراة اليوم، لا شيء لنادي الكهرباء ولا شيء لنادي ديالى. هناك بعد ذلك التدخل والخطأ والبطاقة الصفراء تشهر على اللاعب، نعم، مرتضى حسن، اللاعب الذي اشترك في الشوط الثاني، وهذه العرقلة كانت من اللاعب مرتضى حسن والبطاقة الصفراء كانت حاضرة باللقطة الماضية. بطاقة صفراء على اللاعب مرتضى حسن، اللاعب اللي اشترك بدلا من اللاعب أنس مالك الذي ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة. وهذه وصلت الكرة هناك بنقلة للأمام، هي مستمرة بوسط ملعب المباراة، عدت الكرة هناك أمامية ولا زالت مستمرة بهذا التقدم. الكرة تصل وبنقلة بمحاولة عدت أمامية هناك بعد إشراك اللاعب علاء محسن، وكذلك غادر أرضية الملعب كولينز أوباري ترك أرضية الملعب وزج باللاعب علاء محسن. لعب لنفط البصرة، لعب لنادي القاسم ونفط ميسان والحدود والكهرباء. من أفضل مواسم اللاعب علاء محسن مع نادي الكهرباء، وحتى ساهم مساهمة كبيرة مع نادي الكهرباء وبوصول الفريق لنهائي بطولة كأس العراق في موسم 21-22 يوم خسر المباراة النهائية أمام نادي الكرخ بهدفين مقابل هدف. والآن علاء محسن يواجه فريقه السابق، اشترك كلاعب بديل. هذه بعد أن عادت الآن بنقلة مستمرة، الكرة عدت
للأمام، طويلة لنادي الكهرباء، انقطعت من دفاعات الكهرباء وتصل مرة أخرى. لا شيء أحبتي لنادي ديالى ولا شيء لنادي الكهرباء. هذا وعلاء محيسن لاعب البديل، وأيضا قدم موسم رائع في الموسم الماضي مع نادي القاسم، الفريق المجتهد، الفريق الطموح في دوري نجوم العراق. بعد أن وصلت الكرة وعدت هناك بنقلة تمريرة، وصلت الآن جول. هذا هو التقدم وهذا هو الهدف الأول. انتظروا كثيرا، ومنتظر عادل الذي لا يطيق الانتظار جاء بهدف للكهرباء، وعادت الكهرباء لتشعل أجواء المباراة، لتضيء المباراة وملعب المباراة بهدف من الشقيق الأصغر إلى الشقيق الأكبر. هناك الأسيست كان من عباس عادل لأحمد عايد، شاهد عايد لمنتظر عادل، والهدف الأول الصناعة من أبناء عادل لأحمد عايد، ومنتظر عادل وضعها في المرمى. أعطني اللقطة الأولى من عباس عادل لأحمد عايد، وصلت لأقدام منتظر عادل ليسجل ويعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الكهرباء بهدف أول. نعم، بالهدف الأول بسرعة البرق أضعها ووسكنها الشباك ووضعها بسقف المرمى. منتظر عادل يسجل الهدف الأول بالمباراة لنادي الكهرباء، وسجل في شباك نادي نوروز، واليوم يسجل في شباك نادي ديالى. منتظر عادل يسجل الهدف الأول بالمباراة. نجح باستغلال الكرة الماضية وفعل ما لا يفعله أيمن. هذه عدت الآن، هذه وصلت، وبتمريرة لا زالت مستمرة. هنا الخطأ، منتظر صاحب الهدف الأول والوحيد بالمباراة. إذن هدف غير معادلة المباراة. هل ينجح نادي ديالى ويعدل نتيجة المباراة؟ نشاهد ونتابع أحبتي. هل يفعلونها نادي ديالى ويعدلون نتيجة المباراة بعد أن جاء الهدف الأول للمباراة؟ وصلت الآن بنقلة مضت، وممكن أن تكون أو لا تكون. ضاعت الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. حسام كاظم بعد التدخل من حسام. شاهد غضب المدرب التونسي يامن الزلفاني بسبب الأمطار، ممكن أن تكون عامل نعم مؤثر على أحداث المباراة، لكن وسط نزول الأمطار والمباراة مستمرة والتقدم لنادي الكهرباء، نجح الكهرباء بما لا ينجح به نادي ديالى في الشوط الأول. نادي ديالى بالشوط الأول أضاع ركلة جزاء وأضاع العديد من الفرص، ونعم من أنفاس الفرص التي تأتي لنادي الكهرباء استطاع اللاعب منتظر عادل أن يسجل أول أهداف المباراة. هذه مضت، هي عدت الآن بعرضية وتصل بالراس، هنا الإبعاد، وبعد أن عادت مرة أخرى لمصلحة نادي ديالى البحث عن هدف. ممكن أن يكون التعادل حاضر، أو ممكن أن تذهب 3 نقاط من شعبة المدرب راضي شنيشن والكابتن قصي منير متواجدين نعم لتوجيهات كتيبة الكهرباء المتقدمة في المباراة. هي عدت الكرة وبنقلة تعود مرة أخرى عند اللاعب رونالد بهذه الكرة والإبعاد، تتخلص بنقلة أخرى تصل لمصلحة نادي ديالى. من ديالى عدت لمرتضى حسن وتتهيأ من مصطفى مؤيد عند الحارس. امجد رحيم يتألم.
أمجد رحيم تصدى للكرة الماضية بعد تقدم لويس بهاما وتسديدة اللاعب مصطفى مؤيد، وبعد زج اللاعب أحمد جلال وعلام حيسن. بهذه التغييرات هل تتغير الأمور لنادي ديالى أم يستمر التقدم بهدف دون رد وتكون النقاط الثلاثة لمصلحة الكهرباء؟ نشاهد ونتابع أحبتي. هنا التراجع وهنا الخطأ لمصلحة نادي الكهرباء. على ما يبدو هناك تغيير آخر، اشتراك اللاعب دلاهي وأحمد عايد هو من ترك أرضية ملعب المباراة. محمد يحيى دلاهي اشترك الآن، ومنتظر عادل كذلك ترك أرضية الملعب. منتظر عادل ترك أرضية ملعب المباراة، واشترك اللاعب أحمد سرتيب ودلاهي. اشترك اللاعب أحمد سرتيب ومحمد يحيى دلاهي الموريتاني. غادر منتظر عادل وأحمد عايد أرضية ملعب المباراة. تغييرين للكابتن راضي شنيشل، زج باللاعب أحمد سرتيب لسرعة هذا اللاعب والاعتماد على الهجمات المرتدة، وزج بالركيزة الأساسية لنادي الكهرباء. نعم، وسط دفاعي وأحيانا يلعب قلب دفاع. الموريتاني محمد يحيى دلاهي لعب للحدود وانتقل لنادي الكهرباء. الآن الشركة بتعزيز خط الدفاع للحفاظ على نتيجة المباراة. هذه كرة بالراس تتخلص وتعود هناك بنقلة مضت بوسط ملعب المباراة عند اللاعب وولغا رونالد. بهذه الكرة لتعود هناك بنقلة، لا بتصويبة مضت ممكن التعادل. جول! يأتي هدف التعادل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالى للكتيبة البرتغالية. تعدلت الأمور، تعدل المزاج البرتغالي لديالى لمدينة البرتغال. يأتي هدف التعادل من البديل. هذا المرور كانوا يظنون بأنها تسلل، لكن لويس بهاما لن يقف مكتوف الأيدي ويتحرك بسلاسة ليعدل الأمور لمصلحة نادي ديالى ويسجل هدف التعادل بالمباراة بالوقت القاتل. يأتي هدف التعادل عن طريق البديل. لويس بهاما يسجل هدف التعادل لنادي ديالى. نعم، يحتفل بطريقة رائعة، بطريقة الفرنسي للفرنسي، بطريقة كيليان مبابي. هو يحتفل بهذه الطريقة الفرنسي. هنا لاعب نادي ديالى لويس بهاما بعد تسجيل لهدف التعادل. أصبحت المباراة هدف لنادي ديالى وهدف لنادي الكهرباء. بهذه الدقائق سجل هدف التقدم لنادي الكهرباء بالدقيقة 82، وعاد نادي ديالى بالدقيقة 88 ليعلن عن هدف التعادل. إذا لن يتبقى إلا القليل أحبتي، دقيقتين على الأقل أو دقيقة على نهاية أحداث الوقت الأصلي للمباراة، ونبقى ننتظر بنلعب بالوقت الإضافي. هل تتغير الأمور؟ نخشى من المفاجآت التي ستحدث بهذه الدقائق المتبقية. هل ستكون 3 نقاط حاضرة في المباراة أو يتقاسمون نقاط هذه المباراة؟ ديالى والكهرباء بشيء رائع ومثير، بمباراة رائعة وجميلة. انتظر الفريقين خلال شوطين، وصلوا إلى نهاية المباراة. نعم، وجاءت الأهداف باللحظات وبالوقت الأخير من المباراة. هذه بعد أن وصلت هناك بنقلة عدت وللأمام، تعود لحسام يحاول عرضية تأتي عند وسام والإبعاد من مصطفى مؤيد. أبعد الكرة مصطفى مؤيد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. بعد تسجيل اللاعب لويس بهاما. هنا التقدم لنادي الكهرباء.
بهذه اللحظات يبحثون عن هدف ثاني، ونلعب بالوقت الإضافي الآن. ملعوبة الكرة والإبعاد بالرأس تتخلص، هناك خطأ وصافرة حكم المباراة سلامة للاعب علاء حسن وأيضا للاعب محمد بن طرشة بعد الاشتراك بالكرة الماضية. 6 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث المباراة من هذا اللقاء. تبقى الأمور مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين، ولا زلنا نشاهد أحبتي ونتابع هل ينجح الكهرباء ويضيف هدف ثاني أو يكون لنادي ديالى من خلال مباراة اليوم. ديالى يبحث عن انتصاره الثالث في دوري نجوم العراق، ونادي الكهرباء يبحث عن الانتصار السابع، أم يكون التعادل التاسع للكهرباء والتعادل كذلك الثامن يكون لنادي ديالى من خلال مباراة اليوم. أكيد إذا استمرت الأمور وانتهت بالوقت الإضافي سيتقاسمون نقاط هذه المباراة، نقطة وهدف ستكون للكهرباء، نقطة وهدف لنادي ديالى. تبقى الأمور مستمرة بعد ذلك الهدف الجميل وكذلك الأهداف الرائعة التي تسجل في دورينا، وأيضا يبقى في صدارة ترتيب الهدافين اللاعب نادي زاخو غوستافو هنريك ب 16 هدف، ويليه لاعب الشرطة مهند علي ميمي كذلك ب 15 هدف، مروان حسين لاعب نادي نوروز ب 13 هدف، أمجد عطوان ب 11 هدف، علاء عباس لاعب القوة الجوية ب 10 أهداف، ويوسف بن سودة ب 11 هدف لاعب نادي أربيل، حارث حاتم ب 9 أهداف، وسيف رشيد ب 9 أهداف، شيركو ومحمد قاسم كل منهم عنده 7 أهداف. هذه وصلت الكرة للأمام، عدت هناك بنقلة لتعود مرة أخرى، تستمر الكرة لمصلحة نادي ديالى، مضت ولا زالت هي مستمرة بهذا التقدم، عدت لنادي ديالى، ماشية الكرة مرت، لا وين هذه النقلة؟ هناك من علاء تمريرة باتجاه أحمد جلال، وعند اللاعب علاء القناص بهذه الكرة لا انقطعت وعدت من محمد يحيى دلاهي، تصويبة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا هو اللاعب لويس، اللاعب اللي سجل هدف التعادل، وبعد تلك التسديدة التي مضت لا زالت الأمور من خلال هذه اللحظات المتبقية، هل ستعلن عن النهاية بتقدم أو بتعادل؟ تمضي الكرة هناك بمحاولة مستمرة وخطأ. سلامة اللاعب، سلامة لأيمن محمود، أيمن بن محمود بعد هذا التدخل يشكو من إصابة بعد هذا التدخل من اللاعب عباس عادل بالكرة الماضية بهذه الطريقة، وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة والخطأ باللقطة الماضية. ملعوبة الكرة هنا من المدافع إيفيانز يلعبها ونقلة للأمام، وصلت وعدت، كل شيء مستمر حتى هذه اللحظات، والتقدم نعم لابد أن يكون لطرف على حساب طرف آخر، أو يبقى التعادل قائم ما بين الفريقين. هذه عدت الكرة وللأمام، هي تستمر لمصلحة نادي الكهرباء، وانقطعت تلك الكرة، انقطعت وصافرة من حكم المباراة. نعم يشير لوجود خطأ ويطلب إعادة الكرة هناك للخلف الكابتن مهند قاسم. اللقطة الماضية حتى عادت عند اللاعب ستار جبار، يلعبها ستار والكرة تترك حتى غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا خميس المعوني بالكرة الماضية. يا خميس كل شيء يمضي. نظرات للكابتن قصي منير والكلام مع أحد
إداري وإدارة عفوا الكهرباء باللقطة الماضية. حديث عن ما تبقي من أحداث المباراة، والكرة تمضي من مصطفى مؤيد يحاول لمصلحة نادي ديالى. لديالى تعود الكرة بنقله هناك وعند الحارس أمجد من أمجد رحيم. صافرة حكم المباراة أحبتي تعلن عن نهاية أحداث اللقاء بالتعادل ما بين الفريقين، هدف لنادي ديالى وهدف لنادي الكهرباء. بالآخر الكهرباء وديالى حبايب يتقاسمون نقاط هذه المباراة، كل منهم هدف ونقطة واحدة. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة وسط هذه الأجواء الممطرة لحساب الجولة 23 من منافسات دورينا. تقبلوا تحياتي أنا معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.